السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي ما عرفنيش اول مره يشوفني، انا لينا ايهاب ميك اب ارتس. النهارده هنعمل مع بعض اللوك ده، فلو مهتمين تشوفوا انا عملت اللوك ده ازاي كملوا الفيديو للاخر. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبالمناسبه قولوا لي لو حابين اعمل لكم لوكات ايه المره الجايه وعلى ستايلات ايه المره الجايه، وما تبخلوش عليا بلايك لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدا اللوك ميك اب ده. اوكي، هستخدم السوب بتاعتي من بلندنج بيوتي وابتدي ارش عليها نقطة فيكس سبراي. كفاية نقطة واحدة. اوكي، هبتدي اسرح الحواجب لتحت الاول كده بالشكل ده، اللي هو اغرق السوب فيها كده. هستخدم جل الحواجب بتاعي من ايفر بيوتي الدرجة البني منه، وهملى الفراغات. هستخدم كونسيلر مايت سينما درجة 101 وابتدي انضف بقى تحت حواجبي. دي حابه اني اثبت الكونسيلر ببودر معاكم. هجيب من باليت ان واي اكس، هستخدم منها اللون الابيض ده. اوكي، يعني حابه اني اثبته الاول قبل ما ابدا باي لون. هجيب من باليت بريتي وومن اللون الزيتي الغامق ده، اللون ده. هجيب من باليت بريتي وومن بالشكل الاصدار التاني ده، هجيب منها الدرجه دي. اوكي، طبعا نضفنا البراش الاولانيه نفس براش الدمج اللي استخدمناها في الاول، وهبتدي احط منها هنا كده بره. هجيب من باليت مايت سينما اللون ده بقى، ونعمل لها تداخل مع بعضها كده. ونقطة كونسيلر نفس الكونسيلر اللي استخدمناه في الاول، وهبتدي اعمل كريس خفيف كده.
طبعا مش هنسيب اللون كريمي كده عشان ما يقطعش مننا، فهنجيب من باليت NYX برضو نفس اللون الابيض كده، وهبتدي اعمل كده. اوكي، وهحط بقى اثبت واكون شاده الجفن كويس قوي وانا بحط علشان اتاكد ان مفيش حاجه تقطع مني، واكون حطيت على كل الكريم. اوكي كده ونكون انتهينا من رسمه العين. هروح اركب اللاشز بتاعتي وارجع لكم تاني على طول. اوكي، ركبنا اللاشز وبعد كده بقى هنرطب وشنا باي كريم مرطب عندنا. هجيب فاونديشن مايت سينما درجة 102. هبتدي احط حاجة خفيفة، يعني مش حابة اني اعمل كفرج عالية. هجيب التنت بتاع مايت سينما درجة 204، والدرجة دي منها كونتورينج ومنها تنت في نفس الوقت. اوكي، انا هستخدم التنت هنا كده. شايفين الطريقة دي مرفوع كده لفوق. وبعدها هجيب كونسيلر مايت سينما درجة 101 برضو، وهبتدي انور حاجة خفيفة كده تحت العين. اوكي، هجيب اللوز باودر بتاعتي من دارس وهبتدي اثبت وشي وارجع لكم تاني على طول. بعدها هجيب اللون الغامق وابتدي احط تحت عيني هنا كده، هموههم في بعض اللي فوق واللي تحت. هستخدم البلاش بتاعي من عند لوريال، وبعد كده هبتدي احط منه. بالمناسبة ده درجة 2 عشان اللي يحب يعرف. حسيت اني كترت مرة واحدة في الست ده، يعني اتصدمت بصراحة من الكواليتي بتاعته، خدني على كوينة كده. الهايلايتر الجديد اللي انا جبته ده من عند، هو اسمه جلو بارتي من عند مشهود. اوكي، عايزه اكلمكم بقى شويه عن احنا هنجربه سوا مع بعضينا، هنشوف الافكت بتاعه وهعمل ريفيو عنه ما بينه وما بين هايلايتر اخرى. اوكي، هخلي الست ده للهايلايتر ده. بالمناسبه الهايلايتر ده دراج ستور. هعمل ريفيو ما بينه وما بين هايلايتر اخرى. عجبني الافكت بتاعه، الجليتر اللي فيه الكتير مدي ضاي كويس، يعني نديله فرصته بعد ما نحط كذا مره. حبيت بصراحه. اوكي، نيجي بقى الهايلايتر افرا. هايلايتر افرا غني عن التعريف. هبتدي احط منه هنا كده. هو
يعني ممكن الاختلاف اللي ما بينهم يعني ان مثلا هايلايتر أفرة من مرة ادى الضي مرة واحدة كده، لكن التاني من كذا مرة، بس الاتنين نتيجتهم واحدة يعني. ده الالوان بتاعته على شمري اكتر وده فيه جليتر اكتر، بس الاتنين جنب بعض عادي يعني، النتيجة قريبة جدا من بعضها يعني. اظن ده بقى اوريجينال، فالدنيا حلوة اوي. هجيب القلم ده من بريتي وومن رقم 3 وهبتدي احدد بيه شفايفي. القلم ده عاجبني، طري جدا وسلس كده وبيروح وبيجي في البق بجد. 10 من 10 القلم ده. هجيب الروج ده من مايت سينما درجة 206. وبس كده حلوين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وباي باي.